يا جماعة هو انتوا ازاي بتيجوا بكل أريحية تطلبوا من المظلوم انه يسامح اللي ظلمه، ومعلش المسامح كريم، ومعلش انت الأحسن، ومعلش ده ربنا بيسامح. طبعا ربنا بيسامح، ربنا بيسامح وبيغفر ذنوب كتير قوي اكتر مما نتخيل، لكن احنا بشر، احنا مش ربنا. يعني ربنا كمان قال العفو عند المقدرة، وربط ده بان انت قادر بده ولا لأ. انا للاسف حلمت النهارده بالشخص اللي ظالمني، يعني انا اتظلمت في شغلي، فللاسف انا حلمت بيه النهارده وما بقاش موجود معانا، بس هو موجود عايش يعني، بس مش موجود معانا في المكان يعني. بس انا حلمته وكان في الحلم كويس، فانا صاحيه ومتضايقه ان انا شفته كويس. يعني انتوا متخيلين مجرد حلم ممكن يعمل فيا ايه؟ لمجرد ان انا ومعرفش، انا مش فاكراه اساسا، انا معرفش ايه اللي خلاني افتكرته وجالي في الحلم. ولما شفته متضايقه، وطول اليوم انا متضايقه ومش قادره اتبسط. انا مش موقفه حياتي، وحياتي الحمد لله ماشيه كويس وكل حاجه، ومش بفكر في الموضوع 24 ساعه، بس انا مش مسامحه ومش قادره اسامح ومش هسامح. ومش عشان انا قلبي اسود، بس يعني الشخص، يعني بلاش تيجوا على الشخص المظلوم وتقول له سامح. لو انت تقدر تروح للشخص الظالم وتقول له اتقي الله، على ما اعتقد ده احسن.